أهلا بيك في درس جديد من دروس سلسلة حفظ الكلمات الإنجليزية. كون إنك بتحاول إنك تطور في نفسك في اللغة الإنجليزية ده شيء رائع. استمر واوعى تتوقف عن تطوير نفسك في اللغة الإنجليزية أبدا، لأنه صدقني هتفرق معاك جدا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الخضروات والفواكه، ودول هتلاقيهم في 90% من المحادثات اللي بتدور حوالينا. ولو ما شفتش الدروس اللي فاتت ادخل على القناة وشوفهم. مهم جدا إنك تدرس الكورس كله على بعضه. ويلا بينا نبدأ. Tangerine. Tangerine. My brother loves tangerines. My brother loves tangerines. Orange. Orange. Orange are very useful in winter. Orange are very useful in winter. Orange are very useful in winter. البرتقال مفيد جدا في الشتاء. Lemon. Lemon. ليمون. Lemon is very useful in winter. Lemon is very useful in winter. Strawberry. Strawberry. فراولة. The beautiful girl is eating strawberries. The beautiful girl is eating strawberries. Watermelon. Watermelon. بطيخ. Kids love watermelon. Kids love watermelon. Kids love watermelon. Plum. Plum. برقوق. The plum trees are very beautiful. The plum trees are very beautiful. أشجار البرقوق جميلة للغاية. Peach. Peach. خوخ. ما نقولش beach لأنه beach معناها شاطئ. My little brother loves to eat peaches. أخي الصغير يحب أن يأكل الخوخ. Pear. Pear. كمثرى. My nephew is cute. He eats pears. My nephew is cute. He eats pears. Apple. Apple. تفاح. I love green apple. I love green apple. أنا أحب التفاح الأخضر. ويلا بينا نتعرف على الخضروات من خلال مكونات السلطة. توميتو. توميتو. طماطم. بيبر. بيبر. فلفل. ما نقولش بيبر لأنه بيبر معناها ورق. بيبر. فلفل اللي هو الفلفل الأخضر. كاروت. كاروت. جزر. لاتس. لاتس. خس. ليمون. 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 onion. onion. بصل. green salad consists of. green salad consists of. السلطة الخضراء تتكون من tomato and green peppers. tomato and green peppers. الطماطم والفلفل الأخضر. and carrots and lettuce. الجزر والخس. and lemon and a little onion. والليمون وقليل من البصل. grapes. grapes. عنب. I love red grapes. I love red grapes. أنا أحب العنب الأحمر. ممكن نقول red grapes عنب أحمر، أو green grapes عنب أخضر، أو yellow grapes اللي هو عنب أصفر، أو white grapes اللي هو العنب الأبيض اللي هو اللبناني. وبكده يكون اتعرفنا على الخضروات والفواكه المهمة في المحادثات. الخضروات والفواكه هنحتاجهم كتير في المحادثات اللي جاية إن شاء الله. في الدروس اللي جاية هيدخلوا في كتير من المحادثات اللي هنعرضها، وخاصة في الدرس اللي نتناول فيه أدوات المطبخ وأجهزة المطبخ. وأكد لازم تهتم بدروسك، ولازم تهتم بتطوير نفسك، ولازم المراجعة كل يوم الصبح أول ما تصحى من النوم زي ما أكدنا في أول درس. ده مهم جدا لو كنت عاوز تتذكر المعلومات اللي انت بتدرسها. أول ما تصحى من النوم لازم تذكر الله سبحانه وتعالى 5 دقايق. بعد كده لو كنت هتمارس رياضة ولا حاجة ممكن 5 دقايق ولا 10 دقايق، أو لو مش هتمارس رياضة ابدأ مراجعة الكلمات مباشرة وما تزيدش عن 30 كلمة في اليوم الواحد. لازم تراجع الكلمات الإنجليزية بمجرد ما تصحى من النوم. العقل عندك بيكون في قمة نشاطه، وبكده مش هتنسى الكلمات أبدا اللي بتذاكرها. واكتب الكلمة الإنجليزية الجديدة عليك وقدامها الترجمة بتاعتها. أما الجملة اللي احنا بنعرضها عليك اكتبها، بس ما تكتبلهاش ترجمة علشان تعرف سياق الجملة وتعرف الكلمة، تتذكر الكلمة من سياق الجملة اللي احنا بنعرضها. وده أفضل شيء في تعلم اللغة الإنجليزية، إنك تتذكر الكلمة الإنجليزية من خلال الجملة الإنجليزية اللي اتعرضت فيها، مش تتذكرها من خلال الجملة اللي اتعرضت فيها بالعربي.
كل التفاصيل دي قلناها في الحلقة الأولى في الكورس. لو أنت عاوز تطلع على التفاصيل دي كاملة اسمع الحلقة الأولى في الكورس. أتمنى لكم التوفيق جميعا. السلام عليكم.